السلام عليكم. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين وعيد سعيد عليكم، وان شاء الله تكونوا قضيتوا العيد كده بأحسن صحة يا رب، اللهم امين. تيجوا مع بعض نشوي فرخاية، بس نشويها على عين البوتاجاز من فوق. بطريقة سهلة جدا وتتبيلة تحفة. بسم الله الرحمن الرحيم. نحط التتبيلة بتاعتنا الأول: معلقة كبيرة من الثوم المفروم، معلقة كبيرة من هريسة الفلفل، معلقة كبيرة من صلصة الطماطم، او لو ما فيش صلصة طماطم ممكن طماطمايه كبيرة مبشورة من غير القشر بتاعها. نحط كمان شوية فلفل اسود وشوية كزبرة، ملح، 7 بهارات او بهارات فراخ. هنحط ربع كوباية من الخل، ربع كوباية من الزيت، وعصير ليمونة. قلبي التتبيلة بتاعتك دي كلها، والفرخة بتاعتنا طبعا مغسولة ومتجهزة ومتصفية وكل حاجة. همسك الفرخة بتاعتي بقى، اغطيها خالص بالتتبيلة من كل ناحية، من جوه ناحية العظم ومن تحت الجلد، واعمل فتحات في الصدر كده، بس فتحات في اللحم نفسه مش في الجلد، يعني خلي الجلد سليم. هنقعد التتبيلة دي قد ايه في الفرخة؟ في التتبيلة مثلا اقل حاجة خالص ساعتين 3 لو ما عندكيش وقت. لو عندك وقت ليلة يبقى حلو قوي. الحلة بتاعتي دي هي ما فيهاش اي حاجة خالص غير انها حلة، وفيها شبكة توزيع حرارة، اللي هي الشبكة اللي بتلف جواها دي اهي. بصوا، هي لما بنعلي النار هي بتلف لوحدها، والشبكة اللي بتحط عليها، بتحط جواها الفرخة وبتتقفل عليها. بحط الحلة بتاعتي على البوتاجاز، وبقلب الفرخة من وقت للتاني على الناحية دي شوية وعلى الناحية دي شوية، وكل حبة بديها ايه من التتبيلة بتاعتها اللي كانت فيها. دلوقتي هحضر ايه؟ سلطة دقوس كده، حبة كده في الكبة، بصلاية حمرا صغيرة، معلقة صغيرة من الثوم، طماطميتين، حزمة بقدونس من غير العيدان، وفلفل اخضر، وملح وفلفل اسمر وكمون وكزبرة، وشوية زيت وشوية خل وشوية ليمون. بصوا الفرخة بتاعتي خدت لون خطير خطير، وبعمل لها اختبار كده بالشوكة، اشد منها حتة كده من عند الصدر او اغرز فيها الشوكة، بلاقيها بتخش بمنتهى السهولة. هي كده خلاص استوت وواخدة لون، يعني كأنك شاريها من بره، لو حد شافها عندك هيفتكرك جايبها له من المطعم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللحم من جوه طري جدا ودايب، والتتبيلة مخليه الفرخة طعمها تحفة. بصوا بتتقطع معايا بمنتهى السهولة، لا بتشد ولا اي حاجة خالص. الاحمر ده حتة من هرسة الفلفل، رشة بقدونس بقى، وقرن فلفل كده لزوم الشكل يعني، وبألف هنا.